اللي يلعبوا في الخارج حتى لانه مشكل كبير. نعم. بعد ما ان اشتكت الانديه. نعم. واظن هذا لمصلحه كره القدم يكون مستوى مرتفع. نعم. حتى يكون مستوى مرتفع. اظن هذا كاس الافريقيا اللي تندار مع كاس العالم فيه غير متعادله لانه اللي جوار يتبليسوا بزاف اولا. ونظن حتى في الكاس العالم الفرق اللي تحتاج اللاعبين يكونوا ناقصين المستوى. نعم. وهذا منطقي علشان الله. نعم. فوضى كبيرة في تنظيم كأس إفريقيا. هذه الكأس التي ستنطلق غدا إن شاء الله تأجلت مرتين أو ثلاثة وتم تغيير توقيتها. نعم، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لما نشوفوا في السنوات الأخيرة أصبح لا يولي أهمية كبيرة لكأس إفريقيا صراحة. نعم. يحتقرها تقريبا. والدليل أنه كأس إفريقيا هذه اللي كانت من المفروض تلعب في شهر جوان الماضي تلعب في شهر ديسمبر بسبب تزامنها مع منافسة جديدة للفيفا هي كأس العالم للأندية. لو تزامنت كأس العالم للأندية مع كأس أوروبا مثلا ما كانت لتلغى كأس أوروبا وتؤجل إلى غاية شهر ديسمبر. لكن فرق مقامات كأس إفريقيا هذه أعتقد بأنه يجب إدخال تعديلات عليها خاصة في ظل المنافسة الجديدة التي أصبحت تثير قلق الأفارقة اللي هي كأس العرب فيفا. اليوم كأس العرب جوائزها أكثر من كأس إفريقيا. بالمناسبة ميدو اليوم أعلن الاتحاد الإفريقي كاف عن زيادة جوائز كأس إفريقيا من 7 مليون دولار إلى 10 مليون دولار لمن يتحصل على الكأس. لمن يتحصل على الكأس. نعم. لما تشوف كأس العرب 7.5 مليون دولار هذا الشق المالي. تنظيم رائع جدا في قطر. ملاعب رغم أن المناخ مثلا مشابه للمناخ الإفريقي لكن جودة الملاعب والتنظيم وكل شيء أعطى الثقة الكبير لكأس العرب. أنا نظن كأس العرب المقبلة إن شاء الله نكون من الأحياء في قطر 2029 تشوف منتخبات شمال إفريقيا تلعب بالمنتخبات الأولى. نعم. وتستقدم محترفية خاصة أنها على احتمال بعد 4 سنوات تدخل في لاجوندا فيفا مليح وتولي الأندية مطالبة بتسريح لاعبيها في الأندية الأوروبية. نعم. لذلك كأس إفريقيا أعتقد بأنها تفقد بارقها ورونقها والأسم نتاعها من منافسة. لكن دعني أسأل أمين هل هذا القرار يعيد لكأس إفريقيا هيبتها وقيمتها وبارقها؟ خاصة وأن منافسة كأس إفريقيا أعلى مستوى. لا نختلف على أنه منافسة كأس إفريقيا أعلى مستوى من كأس العرب. كأس العرب ربما تسمية الموندياليتو في 2021 ما زالت في الأذهان. نعم. كيف لو لعبت قبل كأس العالم. نعم. وكان لها صدى إعلامي. نعم. جميل جدا. نعم. هذه السنة شاهدنا أن المستوى كأس العرب ارتفع. لماذا ارتفع؟ أولا لأنه منتخبات آسيا ارتفع مستواها. المنشط النهائي اللي هو الأردن يتواجد في كأس العالم وفي نفس مجموعة الجزائر. ضف إلى ذلك في كأس العرب شاهدنا أنه منتخبات آسيا ارتفع مستواها. نعم. ومنتخبات إفريقيا لعبت بالمنتخب الثاني. الآن ما يجب قوله هو أنه كأس إفريقيا لو أرادت حقا تعطي ذلك الانطباع الجيد على حسب مستواها يجب التنظيم. والاتحادية الإفريقية ليست باتحادية قوية يجب أن نقولها بالفم المليان. نعم. لما تكون عندك اتحادية الكاف الاتحاد الإفريقي يكون قوي وكلمته مسموعة من طرف الاتحاد الدولي مثل ما تفضل الأخ ميدو قال هنا نستطيع القول أنه كأس إفريقيا محمد التنظيم لما تشوف ما تفعله قطر في كأس العرب. نعم. تنظيم على أعلى مستوى. نعم. ويتجاوب معه داخل المستطيل الأخضر ارتفاع مستوى. فلهذا نشاهد أن كأس العرب لو استمرت بهذه الطريقة وبدأت منتخبات إفريقيا تلعب بالمنتخب الأول راح نشوف مستوى. نعم. يرتفع من دورة إلى أخرى. نعم. إليك الخط قاسي سعيد. شوف أمين قال الكاف ضعيفة. أوكي ضعيفة ولكن الكاف هي اللي تحط رئيس الفيفا 54. شوف اليوم القرار هذا محمد كون نوليو شويه للوراء. نعم. عدة مرات تكلمت عليها أنا. نعم. تكلمت عليها كثير. الجزائر كانت تناظر أولا على السنة الفردية. تقدرش تلعب كأس العالم خاصة في الماضي كانت بين كأس إفريقيا وكأس العالم 3 شهور. ما تقدرش محمد مستحيل. اليوم لازم أمصاب الصغار ولينا نمشيو كي العالم. نعم. ولينا عاديين كيما العالم كاع. قلت لي 2032
ما لازمش قالت نطيحوا 2030 مع كاس اوروبا، كاس اوروبا لازم. لكن ما دخلونا احنا في كاس اوروبا لاعبين وليس نحن لاعبين. محمد ومن بعد هذيك ما دخل لاعبين في كاس حتى دخل تاع لاعبين، حتى دخل على ممكن من الناحيه الاعلاميه لما تلعب في نفس الوقت، لكن يقدر ما يلعبوهاش في نفس الوقت بالتنسيق بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي. هنا هو المشكل بالتنسيق ما بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي. انا بدون شك على بالي باللي الاتحاد الاوروبي هو اللي راح ياخذ يعني الشهر اللي يحبوا، اللي هو شهر جوان. هو شهر جوان. احنا راح يعطونا ربما اوت ولا جويي. مستحيل انك تلعب في جويليا او في اوت في ادغال افريقيا حرب. طبعا في ما بين انه السخانه تكون قويه في الصيف، وحنا احنا المغاربه نهضروا الحقيقه ما نقدروش نشدوا سيبون فيزيك، ما نشدوش من السخانه. ولكن ولكن هنا مجبرين. تحبوا لك الانسان اللاعب مجبر العمل حتى تصل لهذا المستوى. تخدم ولكن مام الصيف نقولوا فيه تعب. ولا نزيد نضيف على واش قال على كاس العرب هذه، القيمه الماليه اللي تعطي واسمه الصدى الكبير، لان عطوا لها قيمه ماليه كبيره، نظن تفوق كاس الافريقيا، وهذا هو. ميدو، انا اتوقع قرارا اخر بعد هذه القرارات التاريخيه، وهو رفع عدد المنتخبات الافريقيه المشاركه في كاس افريقيا من 24 منتخب الى 32 منتخب. لكن هل البلدان الافريقيه تستطيع استيعاب كل هذه المنتخبات؟